الولايات المتحدة تدرس تقليص وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول أن ترامب سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة إيران. بيقولوا إن الحب بيموت مع الوقت، إلا غرام أمريكا بالشرق الأوسط. بقالهم 80 سنة قاعدين هنا، مش بيمشوا غير علشان يرجعوا تاني. طيارات، قواعد عسكرية، وصفقات بمليارات، ووجع دماغ ملوش آخر. هو احنا بجد مهمين للدرجة دي؟ ولا الموضوع أكبر من مجرد برميل بترول؟ النهاردة هنفك شفرة العلاقة السامة بين أمريكا وبين منطقة. الموضوع بدأ بجد سنة 1945 على ظهر مركب في قناة السويس المدمرة كوينسي، وهناك حصل اتفاق الجنتلمان: تبيعوا البترول بتاعكم بالدولار نديكوا حماية، وبعد كده تاخدوا الدولار اللي بعتوا بالبترول بتاعكم تيجوا تستثمروه عندنا في أمريكا. البترول كان مجرد فاتح شهية. أمريكا بعد الحرب العالمية التانية كانت عايزة تسيطر على خيوط الكوكب كله، والشرق الأوسط كان مجمع مفاتيح العالم. اللي يسيطر على المنطقة دي يفرمل الاتحاد السوفيتي زمان ويضايق الصين دلوقتي. احنا دايما بنسأل، هو احنا ليه حظنا كده؟ ليه دايما منطقتنا هي ملعب الكبار؟ أمريكا القوة العظمى اللي بيننا وبينها محيطات وقارات، ليه دفع دم قلبها حرفيا علشان تفضل هنا؟ هل الموضوع لسه بنزين وبترول، ولا احنا بقينا إدمان سياسي في واشنطن مش عارفة تبطله؟ اربطوا بقى الأحزمة، علشان النهاردة هنغوص في مطبخ القرار في البيت الأبيض، وهتعرف ليه قطعة الأرض اللي انت عايش عليها دي هي أغلى قطعة أرض في الكون كله. علشان نفهم الحاضر لازم نرجع بالزمن. فبراير سنة 1945 العالم كان بيحتضر من الحرب العالمية الثانية، والرئيس الأمريكي روزفلت لسه راجع من مؤتمر يالطا، بس قرر يعمل ساعة لقلبه، وقرر يقف في قناة السويس تحديدا فوق ظهر المدمرة كوينسي، وهناك قابل الملك عبد العزيز آل سعود. الاتفاق كان بسيط: الأمن مقابل النفط. أمريكا كانت خارجة من الحرب العالمية وحش صناعي جعان، والشرق الأوسط كان بحر من الذهب الأسود. بس اللعبة اتطورت. الموضوع ما بقاش بترول بنملى بيه تنكات العربيات بس، البترول بقى سلاح جيوسياسي. أمريكا فهمت إن اللي بيسيطر على محبس الطاقة هو اللي بيسيطر على المصانع اللي في الصين والبيوت اللي في أوروبا والدبابات اللي في روسيا. انت هنا مش بتمتلك زيت، انت بتمتلك ريموت كنترول العالم. في علم الجيوسياسة في قاعدة ذهبية بتقول إن اللي يسيطر على قلب العالم يسيطر على العالم، والقلب ده هو منطقتنا. تخيل كده أمريكا قررت فجأة تمشي وتسيب المنطقة، تسيبها بجد مش زي كل مرة. طريق الحرير الصيني الجديد هيلاقي كل البوابات مفتوحة، وروسيا هتنزل علشان تسيطر على المياه الدافئة في المتوسط، وتبدأ تسيطر على الغاز في شرق المتوسط كله. أمريكا مش هنا علشان بتحبنا، أمريكا قاعدة هنا علشان خايفة من اللي غيرنا ممكن يعملوا معانا لو هي مشت وسابت المنطقة. قواعد العسكرية اللي في الخليج وفي الأردن، والأسطول السادس والخامس اللي موجود على طول في منطقتنا، ده مش استعراض عضلات، ده قفل محطوط على مفاتيح التجارة العالمية في الكوكب كله: مضيق هرمز ومضيق باب المندب وكمان قناة السويس. اللي قلتلك عليهم دول مش مجرد ممرات مائية، دي شرايين لو اتسدت الاقتصاد الأمريكي هينزف قبل ما احنا حتى نشعر هنا في المنطقة. نيجي بقى للجزء اللي كله بيخاف يتكلم فيه: الكيان. بالنسبة لأي استراتيجي في واشنطن، الكيان هو الاستثمار الأرخص. بدل ما أمريكا تبعت جيشها كله كل يوم، هي عندها حليف هنا في المنطقة بيقوم بدور الشرطي. وبعدين ظهر البعبع الجديد: إيران. الصراع الأمريكي الإيراني حول المنطقة لساحة تصفية حسابات. أمريكا بتستخدم وجودها هنا علشان تفرمل طموحات طهران النووية، وتضمن إن حلفائها في الخليج
يفضلوا تحت جناحها. الموضوع ما بقاش سياسة، ده بقى توازن مرعب، كل طرف ماسك التاني من ايده اللي بتوجعه، والشرق الأوسط هو الطاولة اللي بيلعبوا عليها القمار. هل اللعبة بتخلص؟ طب هل أمريكا لسه محتاجانا زي زمان؟ الحقيقة إن أمريكا دلوقتي بقت أكبر منتج للبترول الصخري في العالم، يعني نظريا مش محتاجة بترولنا، وعشان كده سمعنا نغمة الانسحاب من الشرق الأوسط والتوجه لآسيا علشان يلحقوا التنين الصيني. بس الواقع بيقول إن الخروج من الشرق الأوسط عامل زي الخروج من الرمال المتحركة، لأن ببساطة العالم لسه ملقاش بديل للطاقة اللي تحت رجلينا، ولا بديل للموقع اللي احنا موجودين فيه. أمريكا محبوسة فينا زي ما احنا محبوسين في اهتمامها بينا. في الآخر الشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا هو قدر، هما ما بيحبوناش بس ما يقدروش يستغنوا عنا، واحنا كمان بقينا جزء من لعبة شطرنج كبيرة، العساكر فيها احنا واللعيبة من بره. السؤال اللي هسيبهولك تفكر فيه واحنا بنقفل حلقتنا، تفتكر لو أمريكا مشت وسابت المنطقة بجد، احنا كعرب هنقدر نملى الفراغ ده ولا هنلاقي محتل جديد زي أمريكا بالظبط؟ قول لي رأيك في التعليقات، ولو عجبتك القعدة اعمل لايك وسبسكرايب في القناة. أنا محمد فرج ودي الرواية من الجانب الآخر.